فقال طيب، قال خلاص شوفوا يبي يبدأ ولا أبدأ. فقالوا حق أحمد بن أبي دواد كيفك تبدأ ولا يبدأ، تبدأ ولا يبدأ؟ قال ها يبدأ. قال خلوه هو يبدأ الشامي، وإلى الآن ما لا يلتفت له يا شيخ هكذا. وأسئلة من أجمل ما يكون يا شيخ. شوف الرجل يعني، شوف أحمد بن حنبل، نعيم بن حماد، أحمد بن نصر، يوسف بن أئمة الدنيا يا شيخ. وهذا الرجل والله ما معروف له ذاك العلم ولا اسمه معروف، لكن سبحانك ربي جاء بأسئلة تتفق مع الفطرة. أنا سميتها فلتر ذاك الوقت، يعني جاءوا فلتر لهم قضية إيش القول يعني فلتر البدع كلها يا شيخ. هذه فلترة تنفع لجميع البدع بلا استثناء. ويعلم الله أني جربتها، أنا جربتها وفرحت بها يعني فرحا عظيما جدا يوم شفت يعني ثمرتها، ثمرة فلترة الرجل الشامي. وش قال؟ طبعا مثل ما قلنا وجهه وين للخليفة ولا هم التفت لذاك. قال هذا الذي تدعو الناس إليه، يعني أتحملهم أن يقولوا بخلق القرآن، هذا القول علم علمه النبي أم جهله؟ يا شيخ شوف العمق. ما ينفع تجيب له آيات وحديث. نعيم بن حماد ما خلى آية وحديث إلا جابها، قطعوه. أحمد بن حنبل حافظ الدنيا، حافظ القرآن والحديث ما نفعت المناقشات. هذا ايش قال؟ قال هذا العلم اللي أنت تدعو الناس إليه علمه رسول الله أم جهله رسول الله؟ وقف شوي. أول ما قال جهله رسول الله الحمار. والله يا شيخ شوفوها في الشريعة للآجري يا شيخ، وكتب التاريخ اللي توسعت في ذكرها. قال جهله رسول الله، طبعا لأنه شيء جديد، يعرف أنه شيء جديد. لو كان علمه رسول الله دعا الناس إليه ولا لا؟ ولا بد يكون إيش موجود، أنه قال للناس أن القرآن تراه مخلوق ما فيه لا حديث ضعيف ولا موضوع ولا كذوب ولا غيره ولا صحيح. فقال جهله رسول الله. قال ما قال يا خليفة رسول الله يا ابن بيت آل النبوة، أنت من آل النبوة. يقول جهله رسول الله وعلمه ابن أبي دؤاد. علم في القرآن يقول صاحبك يقول جهله رسول الله وعلمه ابن أبي دؤاد. فعلى طول قال أقلني بل علمه رسول الله. عرف أنه تورط الحمار صاحب حفرة ما لها قاعة نهائيا. قال بل علمه رسول الله. قال يا خليفة قلت لك يخسأ، عدها يا خليفة يا أمير المؤمنين يا آل البيت يا كذا، يمدح فيه يا شيخ. قال تكفى بس عدها، شوف كم وحدة الآن بيطيح فيها.